إن رؤية التاريخ على أنه مجرد حروب طبقية هي رأي إسقاطي مغال فيه، فالقمع والاستغلال طراز تعتمد عليه المدنية في تأمين السيرورة. بالتالي فهما النظام الذي يرتكز إليه تاريخ المدنية، إلا أن أيديولوجيتها وسياستها بل وحتى اقتصادها يعمل بشكل مغاير، أو بالأحرى فالمنطق الضيق القائل بمناهضة طبقة لطبقة أخرى ليس بنمط قائم في تدفق التاريخ. لا نناقش هنا مدى فظاعة الاستعباد وإنكار الحرية والسفالة التي يفرضها النظام العبودي. ما نود قوله هنا هو سريان تأسس وانهيار نظم السلطة والمدنية بمعان واستراتيجيات مغايرة، وأنه يعمل على تفسير منطق صراع طبقة تجاه أخرى بأنه لا يدل سوى على الإسهام كشكل جديد للسلطة في نظام السلطة المدنية القائم، أكان بوعي أو من دونه، أو أنه يدل على العكس تماما، بحيث لا تذهب مناهضته للمدنية أبعد من التحول إلى دم طازج لها بالرغم من صراعه ضدها. تجارب السوفيات والصين هذا ما نناقشه. قد يوجه إلينا نقد منذ الآن بأننا غالينا في إسقاط كل شيء على السلطة ضمن هذا النقاش، وكأننا لم نترك بابا للنفاذ منها. سأرد على ذلك بالتنويه إلى أنني سأتناول هذا الموضوع بإسهاب في مجلد سوسيولوجيا الحرية من مرافعته. لكن وردا على ذلك أشير سريعا إلى أنه للحرية أيضا ميدانها الاجتماعي ومنطقها واستراتيجيتها الخاصة بها والمغايرة بقدر ما للسلطة وأيديولوجيتها وسياستها وتنظيمها على الأقل. جيم، رغم كون التساؤل صراع المدنيات أم حوارها وتحالفها مشكلة يكثر الجدل بشأنها في الممارسة العملية الراهنة، إلا أن معانيها التاريخية أشمل من ذلك بكثير. إن مجتمع المدنية بنية تولد الصراع أساسا، سواء في داخلها أو فيما بين المدنيات المتباينة. إن المعاني والغايات التي أنتجت هذه البنية لأجلها، والتمايز الطبقي المعتمد، وواقع القمع والاستغلال والخداع الدائم والمواراة المستمرة في سبيل ذلك، كل ذلك يوضح دوافع طبائعها المولدة دوما للصراع. فالسلطة والتمايز الطبقي بحد ذاتهما يعانيان الصراع، وسريان هذا الصراع داخليا أو إزاء الخارج لا يغير من الجوهر شيء، كما أنه ليس من الواقعي تغيير مضمون المدنيات بتوصيفها أو بإظهارها وكأن مضمونها مختلف عما هو عليه. فأن تكون مدنية ما حربية أم سلمية، توحيدية أم متعددة الآلهة، معطاء أم سقيمة، مثقفة أم جاهلة، تتألف من قوم واحد أم أقوام مختلفة، فهذا لا يغير من ماهيتها شيئا، حيث تعتبر القوة الموجهة نفسها مكلفة بهذه المهمة، إلى أن تغزو العالم أجمع. وطمع المدنية في التحول إلى قوة عالمية هو مرض بنيوي ينبع من السلطة، وهي تبدأ بالتراجع لحظة توقف توسعها، ومحصلة ذلك لا تعني الرجوع إلى الحال الطبيعية، بل تعني الانهيار. ذلك أنه ما من حال طبيعية لنظم السلطة كافة، بل إنها أشبه بمرض السرطان، فأما أن تعمل على الإفناء أو أن تواجه الفناء بالضرورة. هناك شخصيات كثيرة من زعماء القبائل الذين امتضوا حصان المدنية ليقوموا بتأليه أنفسهم. وراء الادعاء بالألوهية تتستر قوة إفناء البشرية، فالذي يفني كثيرا في الحرب يظن أنه سيبدع كل عظيم. هذا ما يعزى إلى الإصابة بعدوى تضخيم الذات بلا حدود على الصعيد النفسي في حال العجز عن ضبط الأنا. ونظام المدنية يقدم للمجتمع الذي يهيئ الأجواء لانتعاش واستفحال هذا المرض. لذلك يقال: ما من قيمة أو شخصية اجتماعية تعجز السلطة عن تمييعها وشرذمتها، إنه تقييم مرتبط بجوهر السلطة. فالمدنيات هي أكثر الأنظمة تناقضا مع الحياة، نظرا لكونها مجتمعات سلطوية، إذ ما من قيمة لا يمكن التضحية بها إكراما للسلطة، بدءا من الأخ إلى الزوج إلى الصديق. ولدى التمحيص في قوى الحكم ضمن المدنيات، فسنجد أنها تكاد لم تتوانى عن ارتكاب أفظع الجرائم وحبك أشنع المكائد، كما أن قوى المدنية تطلق تسمية السياسة على منهجية الكذب والرياء. دال، من الضروري لفت الأنظار قدر المستطاع إلى خاصية مهمة متأسسة في مجتمع المدنية، والتي يمكننا تسميتها بحال المجتمع المنفتح على السلطة. إنه قريب إلى إعادة تكوين المرأة بموجب تقاليد التأنيث الخنوعي، إذ لا تضمن السلطة وجودها
إلا بعد التحقق من إعداد المجتمع على غرار تأنيث المرأة. لقد تأسست ظاهرة التأنيث كأقدم مظاهر العبودية حصيلة بسط نفوذ المجتمع الجنسوي، وذلك بعد إلحاق الهزيمة بالمرأة الأم وعباداتها وطقوسها جمعاء إثر صراعات ضارية وشاملة طويلة الأمد على يد الرجل القوي الجبار وحاشيته. لربما رسخ هذا النفوذ المهيمن جذوره في المجتمع حتى قبل اكتمال تطور الحضارة. إنه كفاح عتيد ومتواصل لدرجة أن ثقافة المرأة الأم قد محيت كليا من الذاكرة، ولم تعد المرأة تتذكر ما الذي خسرته وأين وكيف، بل وغدت تعتبر الأنوثة الخانعة أمرا طبيعيا. لهذا السبب لم تشرعن أو تهضم أو تتجذر أية عبودية بقدر ما هي عليه عبودية المرأة. لهذا التكوين نوعان من التأثير الهدام على المجتمع، أولهما فتح المجتمع على العبودية، وثانيهما تسيير أشكال العبودية الأخرى كافة تأسيس على ظاهرة التأنيث. فالتأنيث لا يقتصر فقط على السقوط إلى مستوى موضوع جنسي محض مثل ما يعتقد، وهو لا يشبه الخاصية البيولوجية، بل إن التأنيث في جوهره خاصية اجتماعية. فجميع المواقف والسلوكيات التي تفيد بفرض أخلاق الحرية من قبيل العبودية، الخنوع، تحمل وتمثل الإهانة، البكاء، الاعتياد على الكذب، السماجة وانعدام الطموح، ومنح الذات وعرضها، جميعها تعتبر من مهنة الأنوثة الخانعة، وهي بجانبها هذا تشكل الأرضية الاجتماعية للانحطاط والوسط الأصلي للعبودية، كما أنها تعد الأرضية المؤسساتية التي تنشط عليها كافة ضروب العبودية والأخلاقية وأقدمها. ومجتمع المدنية معني ومرتبط بانعكاس هذه الأرضية على الفئات الاجتماعية كافة. فتأنيث المجتمع برمته ضرورة حتمية لسير النظام القائم، والسلطة تعادل الرجولة، والحال هذه لا ملاذ من تأنيث المجتمع، فالسلطة لا تعترف بمبدأ الحرية والمساواة، وإلا فلا يمكنها أن تكون بالتالي. فالتشابه بين السلطة والمجتمع الجنسوي أمر جوهري. كان الشباب اليافعون يقدمون رسميا كغلمان لرجال الخبراء في المدنية الإغريقية التي تعد إحدى أعظم مراحل المدنية. لقد عجزت عن تحليل أسباب ذلك مدة طويلة، فحتى فيلسوف ذائع الصيت مثل سقراط يقول: ليس مهما الاستفادة الدائمة من الغلام، بل المهم تربيته على يد سيده. إذن فالمنطق والغاية هنا ليست الانتفاع الدائم من الشباب كغلمان، بل تكييفهم وتعويدهم على الخصائص الأنثوية. وبصورة أوضح، فالمدنية اليونانية أيضا ترغب في مجتمع مستأنث، إذ من المحال تكوين هذا المجتمع بالشباب النبلاء والشرفاء، بل إن هذا المجتمع المراد بناؤه يتطلب أن يتمثل الشباب السلوكيات الأنثوية. هذا وثمة ميول مشابهة لذلك في مجتمعات المدنية جمعاء، فالغلمانية اللواطة متفشية في هذا المجتمع، لدرجة أن استحواذ كل سيد على غلام وصيف غدا تقليدا راسخا. إذن من المهم بمكان النظر إلى اللواطة كظاهرة اجتماعية متمخضة عن المجتمع الطبقي والسلطوي أكثر من كونه شذوذا أو مرضا جنسيا، أي أن الجنسانية والسلطة مرضان اجتماعيان في مجتمع المدنية، بل إنهما كالسرطان، فمثلما لا يتواجد أحدهما دون الآخر، فإنهما يكثران بعضهما البعض أيضا، تماما مثلما تتكاثر الخلايا السرطانية. سنعمل على الاستفاضة في شرح الروابط بين السرطان الشخصي والسرطان المجتمعي في مجلد الحداثة الرأسمالية. أود الوصول إلى محصلة مفادها أنه تم إعداد أرضية السلطة في مجتمعات المدنية بعناية فائقة تمتد لآلاف السنين، وبصورة متجسدة في التأنيث. فالتقاليد السائدة في المدنية تنظر إلى المرأة على أنها حقل الرجل، وثمة وضع مشابه يجري في المجتمع أيضا، إذ على الرجل أن يمنح نفسه للسلطة مثل المرأة. أما الذي يتمرد على ذلك ويرفض بيع ذمته وعرض نفسه فيعمل على تهيئته عن طريق الحرب. إن النظر إلى مرحلة السلطة على أنها عملية آنية لشخص أو زمرة أو طبقة أو حتى أمة ما يحتوي مغالطات فادحة، فقد تؤسس الحكومات آنيا. أما السلطات والنظم السياسية في مجتمعات المدنية فقد تم إعدادها أولا كثقافة سلطوية، حقل تقاليد من قبل مئات الأباطرة الوحشيين والزمر والقوى المهيمنة على اختلافها. هكذا وكيفما تقبل الزوجة بزوجها وتنتظره وكأنه قدرها المحتوم، فالمجتمعات أيضا وبشكل مطابق تخضع للسلطة كقدرها المحتوم، وتنتظر استثمارها كالحقل الذي ينتظر مالكه، أو أنها روضت على اعتياد ذلك.
حيث أن السلطة متواجدة في المجتمع كثقافة سلطوية. من هنا فمقولة باكونين في هذا المضمار ثمينة: إن أكثر الديمقراطيين ثقة بنفسه يفسد على دفة السلطة خلال 24 ساعة. ما عجزت عن إيضاحه مدة طويلة رغم جهود الدؤوبة هو أن أرضية السلطة بذاتها هي التي تهيئ هذا الفساد، فكرسي السلطة المتشكل من تراكم سيول الدماء المراقة والاستغلال اللامحدود، الحروب اللامتناهية والاستعمار اللامنقطع طيلة آلاف السنين، سيفسد المتربع عليه بطبيعة الحال خلال 24 ساعة، في حين سيعجز الكرسي عن إفساد المتربع عليه بشرط وحيد: إن صان ذاته تجاه السلطة وكأنه في عبادة الرب. فالسلطة المتأسسة وسط الحيل والحروب والاستغلال الذي لا حدود له مؤثرة حقا من جهة كونها تقليدا وثقافة ونظاما، بل إنها تكاد تكون مفسدة بشكل مطلق. وخير مثال على ذلك ما شهدته الاشتراكية المشيدة.